السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أعزائي، طبعا الكثير يتواصل معي ويسأل عن سبب عدم قدرته على الأداء. يعني البعض يقول يصير عندي ألم في الحنجرة أثناء الأداء، البعض يقول في بداية الأداء وأشعر بالتعب، يشعر بتكلف أثناء الأداء. البعض في بعض مناطقه الصوتية أيضا يشعر بالتكلف وعدم قدرته على أداء تلك المناطق الصوتية مثل منطقة الجواب يعني، وهكذا. الجواب على هذا السؤال فيه عدة نقاط. النقطة الأولى وهي الأهم، قد البعض يكون عنده التهاب في الحنجرة أو التهاب في البلاعيم أو التهاب في الجيوب الأنفية، لأن الجيوب الأنفية تؤثر تأثير مباشر على عمل الحنجرة وعلى سلامة الحنجرة، بسبب الإفرازات والسوائل التي تنزل على الحنجرة، أو بسبب انسداد التجويف الأنفي، وهذا ما يجعل الصوت لا ينساب بشكل صحيح أثناء خروجه، ولذلك يصير الضغط على الحنجرة بشكل كبير، مما يسبب ألم في الحنجرة أو تكلف أثناء الأداء، فيصير ضغط على الأوتار الصوتية وعلى الحنجرة بشكل عام. هذا جانب. إذا ما موجود هذا الجانب الصحي، فهناك عوامل أخرى، من أهمها طبعا قلة النوم. يجب على المؤدي أن ينام نوما كافيا، يعني نوما عميقا كافيا لا يقل عن 8 ساعات. هذا يحصل من خلاله استرخاء للأوتار الصوتية ولعضلات الحنجرة، وكذلك الأجهزة الأخرى كالرئتين، القصبة الهوائية، كل الأعضاء تسترخي وتستعيد نشاطها. هذا جانب. الجانب الآخر التمارين اليومية، مهم جدا أن يكون هناك تمارين يومية للصوت وفي مختلف الطبقات، ويجب أن تكون هذه التمارين تمارين علمية ومنتظمة. يعني ما يصير تمرين مثلا اللي المفروض يكون هو رابع تمرين أنا أتمرنه هو أول تمرين، وهكذا. يعني هذه تمارين علمية، إن شاء الله هنزل بعض المقاطع حول التمارين العلمية لتأهيل الحنجرة والصوت، وكذلك التنفس. الشيء الآخر واللي أيضا هو مهم جدا، عدم استعمال المنطقة الصوتية المناسبة. الكثير من المؤدين ما يستخدم الطبقة الصوتية المناسبة في صوته، ولذلك يحصل عنده تكلف عندما يأخذ طبقة غير طبقته اللي هو يستقر فيها، واللي يستطيع من خلالها أن يتجول في مناطقه الصوتية الأخرى في درجات صوته. يشوف يأخذ فد منطقة صوتية أو درجة صوتية هو غير مستقر فيها، فيصير ضغط على الصوت وضغط على الحنجرة، فأيضا هذا يسبب تعب للحنجرة. البعض يصير عنده إرهاق، يحتاج إلى راحة، فيجب أن يرتاح تماما، ومن ثم يبدأ في تمرين الحنجرة أو في الأداء. احنا جاي يصير عندنا ضغط مستمر على الحنجرة، حتى من يشعر بالإصابة بالتعب ما يخلي وقت للراحة للحنجرة لكي ترتاح ومن ثم تبدأ نشاطها. هذني بعض العوامل المؤثرة تماما على عطاء الحنجرة أو على استمرارية أداء الحنجرة بشكل صحيح. فالطبقة الصوتية يجب كل مؤدي أن يعرف طبقته الصوتية المناسبة التي يستقر عليها، وكذلك قلنا التمارين العلمية اليومية، وكذلك النوم الكافي، وكذلك علاج الحنجرة، مراجعة الدكتور، قد يكون التهاب الحنجرة أو في البلاعيم أو في الجيوب الأنفية. يعني هذه أهم العوامل. شكرا جزيلا لكم، تحياتي لكم، وأتمنى لكم التوفيق والتسديد، وشكرا جزيلا.